السلام عليكم وفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن رامز جمال، قصدي رامز جلال. اشترك في القناه وفعل الجرس وكمل الفيديو. استاذ رامز جلال طالع يهق على الزمالك. بص يا استاذ رامز، انا واحد في الوسط الفني، وكل اللي شغالين في البرنامج بتاعك او احسنهم واجودهم واشطرهم صحابي قوي، ومش هقول اسماء عشان خاطر عيب، ما نرخمش عليهم في اكل عيشهم. وعلى فكره اشتغلنا مع بعض كتير انا وهم، وكلنا مع بعض عيش وملح كمان، ماشي. والناس دي كانت حكت لي على حوار كده في روسيا، اللهم اني صايم، كنت انت عملته في روسيا. فبلاش الزمالك وبلاش تهق على الزمالك عشان ما تزعلش مني. هعمل لك فيها مرتضى منصور واقول لك ان سيديهاتك معايا واسرارك معايا وخباياك معايا والله العظيم. بس انا عشان خاطر الراجل محترم وما بحبش اطلع ارغي واعمل بقى ان انا فلوطه وفاهم كل حاجه فبسكت. لكن تيجي عند الزمالك وهقل منك، دي حاجه. تاني حاجه، انت بتحلف الناس ان البرنامج مش متفبرك. لا، البرنامج متفبرك، بس متفبرك بطريقه شيك، والناس بتحلف صح. بيقولوا لهم تعالوا وهنعمل مع بعض برنامج كده نهزر سوا، فاهمين؟ نهزر سوا. فطبعا كل لبيب بالاشاره يفهموا. انت لما تبقى قاعد في بيتك كده وانت بابا بتعرف ان عايز فلوس، ايوه، فهم فاهمين. لكن ما تقلهمش برنامج رامز عشان بس ايه تبقى في الصوره. هو ما تقلهمش برنامج رامز. فهو لما بيحلف بيقول لك والله العظيم انا ما اعرف انه برنامج رامز. هو فعلا حقيقي ما يعرفش انه برنامج رامز. هو عارف ان ايه، في برنامج وفي قفش عريض، بس هنهزر سوا، فبيسكت خلاص وبقى متوقع. والدليل على كده ان البرنامج ماسخ اصلا، ومصر كلها اصلا ما تتفرجش عليه. يعني محمد رمضان مش شايف الدقن المتركبه؟ يعني ده لو هو مش شايف ومش قافش يبقى لا نمبر 1 ولا كبير ولا بيفهم في التمثيل. يعني مبينه ان انت اصلا دقن متركبه وفيك وحاجه نيله. بلاش ده كله. الصوت مش باين، الصوت باين. انت فاهمين؟ يعني انا بنتي الصغيره عندها 3 سنين بتقول لي ده عمرو رامز اهو قبل ما يظهر. فبلاش الحركات دي معانا احنا عشان ما نقلش منك وما تقلش من الزمالك. عايز تجيب اهلاويه وتهق عليهم براحتك انت، لكن تيجي عند نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وتشد بلاستيك خلاص، عشان ما نقولش اللي عندنا. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.